بسم الله الرحمن الرحيم. دي الزراعة فوق الأسطح، زراعة الأسطح. ده طماطم اهي، طماطم اهو، ادي مزروعة في برميل فوق السطح اه، زي ما هي باينة قدام حضراتكم. ودي تاني الدراسينة اهي، الدراسينة برضه، الدراسينة ودي اللوفة. اللوفة هي مزروعة برميل، دي بتزرعها في برميل وبتحط أي حبل أو سلك أو بتاع بحيث إنها تتسلق عليه. ودي الثمرة بتاعت اللوفة قدام حضراتكم. ممكن تستغل الأسطح، تستغل سطح البيت في زراعة بعض الأشياء اللي أنت تحتاجها، يعني منهاش خضار، آه، نباتات فاكهة إلى آخره. وده النعناع قدام حضراتكم اهو، النعناع برضه، النعناع تزرعه مثلا في الآثار برضه، بتاخد جذور معينة وتزرعها في أرض في الطينة داخل الآثار. وده ممكن تبقى في البيت بقى تحط للشاي بتاع وتستخدمها استخدام منزلي، يعني استخدام منزلي. هذا النخلة برضه ثاني اللي هو الدراسيني زي ما قلنا لحضراتكم. ودي للصبار برضه، الصبار اهو، ده الصبار، ده في مزروع في القصيص برضه الصبارة. مرة ثانية الطماطم، الطماطم ودي انتاجها بسم الله ما شاء الله. انت لو تجيب مثلا برميلين او تجيب 5 اصاري ولا حاجه وتزرع طماطم، احتياجات بيتك هتجيبها بدون استخدام المبيدات، يعني استخدام مبيدات في اضيق الحدود. يعني بالنسبه حتى للمقاومه، لو انت عايز تقاوم الحشرات، اللي بتجيب مثلا كيلو شطه وثلاث ليمونات او 4 ليمونات وخمس 6 فصوص توم، وبتضربهم يا اما في الخلاط او في الهون او اي حاجه. المهم تخلطهم، اللي هو الليمون والشطه تكون شطه حريفه يعني، والليمون، وبتعملهم في ميه وتحط عليهم معلقه خل، وتاخد الرشح بتاعهم، يعني الرشح بتاع التوم والشطه والثوم والشطه والليمون، تاخد الرشح بتاعهم وتضيف عليهم نص معلقه خل وتحطهم في ازازه بخاخ وتبخ بيهم اللي هو النباتات اللي عندك. دي مقاومه طبيعيه، مقاومه طبيعيه للحشرات، جميع انواع الحشرات. يعني ممكن عن طريق الخلطه دي تقاوم الحشرات. وممكن خد يعني في حاجات بسيطه، ممكن تاخد من رماد الفرن سعادتك برضه، تاخد رماد الفرن مثلا يعني كوبايتين 3 وتحطهم في ميه، تخمرهم في ميه. وبيستخدم ثنائي الاستخدام، يعني ممكن تستخدمه برضه كري ارضي بحيث فيه عناصر للنباتات، وممكن ترش بيه برضه الزراعات بتاعتك، يبقى مقاومه برضه للحشرات ومواد مغذيه برضه، بحيث ان انت ممكن تضيفه اضافه ارضيه. ده بيفيد الزرع. دي حاجات طبيعيه. يعني انت حضرتك، انت لو زارع طماطم فوق البيت او طماطم وفلفل وبتنجان على السطح بتاعك، على السطح بتاعك فلفل وبتنجان على السطح بتاعك، ده بدون استخدام مبيدات. يعني حضرتك ممكن بقى بدل ما تشتري الخضار بتاعك من بره ويبقى فيه استخدام المبيدات. وطبعا زي ما احنا عارفين كلنا ان المبيد له اثر متبقي، ومعظم اخواتنا المزارعين برضه، يعني برضه المعلومات في حكايه الاثر المتبقي بتاع المبيد ده بيبقى بسيطه. يعني معلومات الناس عامه عن المبيدات الزراعيه بتبقى معلومات بسيطه. فالوقت انت يعني ممكن تشتري مثلا طماطم، تشتري خيار، تشتري فلفل، بيبقى مرشوش مثلا قبله ب5 ايام 6 ايام، بيبقى ليه اثر متبقي، وده بيسبب الامراض. اللي انت ممكن بقى على سطح بيتك اللي بتجيب شويه اصاري، شويه براميل وتزرع فيها، وهي حاجات بسيطه وبطريقه سهله. وممكن انت تتابع حضرتك برضو على النت برضو كيفيه الزراعه. يعني الحاجات دي متاحه على اليوتيوب. يعني تزرع الطماطم بتاعتك والفلفل والباذنجان، يعني احتياجاتك
المعاشيه اليوميه ممكن تزرعها انت، وتبقى انت عارف بقى ان انت ما رشيتش حتى مبيدات او رش مبيدات فطريه في اضيق الحدود، بحيث تبقى الحفاظ على الصحه. وده استغلال الاماكن عندك في الاسطح. واحنا باذن الله برضه هنعمل فيديوهات متواليه لحضراتكم عشان المعلومات. يعني دهوت زي الصيص اهوت، وده احنا زارعين برضه فيه البطيخ اهوت، لسه في البدايه اهوت. يعني الموضوع مش صعب، يعني الساده المشاهدين الموضوع مش صعب جدا. بتجيب مجموعه من الاصاري وتحط عليها، تحط فيه ردم ورمل بحيث يبقى التربه خفيفه، وبعدين بتخرم القصيص من تحت زي ما كانش متخرم عشان يعمل تهويه ويعمل صرف للنبات. يعني انت تشجع، وانا بقول للاخوه المشاهدين يشجعوا، وانت في واحده هتعرف المعلومات، والمعلومات متاحه على اليوتيوب، انك تزرع احتياجاتك من الخضار اللي هو الطماطم الفلفل الباذنجان وبرضه الفواكه. يعني وكل ما تزرع هتاخد خبره في الزراعه. واحنا برضه مستمرين مع حضراتكم برضه في فيديوهات برضه عن الزراعه الاسطح، الزراعه المنزليه. وده صباره برضه، يعني الصبار زي ما حضراتكم عارفين برضه. والصبار اللي بيستخدم برضه استخدامات على البشرة وفي تجميل وعلى الشعر برضه، يعني ممكن تخليه في البيت بتاعك. وبيستخدم برضه للأمراض اللي موجودة في المعدة بتاع. في فيديوهات على النت الفوائد العظيمة للصبار. وبرضه احنا زي ما انتم شايفين حضراتكم اهوت، احنا زارعين برضه بطاطا بجوار الصبار. يعني زراعة الأسطح بتبقى زراعة بسيطة جدا، وانت هتاخد الخبرة بالتوالي، وتبقى مفيدة للأسرة، وحاجات بتبقى طبيعية. وطبعا زي ما قلت لحضراتكم عن الرش والإضافات الأرضية، الرش بطرق طبيعية، وهتبقى مفيدة لك وللأسرة. واحنا شاكرين الفضل، وادعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناة لكي يصلكم كل جديد من قناة الدلتا الزراعية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.